اللي بيقول لك حاجه تحرقكم. لا، ولا كان بيتحرق ده اللي كان بيتولد في مزود يا فندم، لان كان في حشرات بتقرص في الجسم فكانت بتعمل حروق، فبيتحط له بقى مرهم ويدهن له وبيبقى كويس ان شاء الله، ما تقلقش. العيش اللي في الفرن يا استاذ معاذ برضه بيتحرق، العيش اللي في الفرن برضه العيش الاله اللي عندك بيتحط في الفرن بالظبط، وبتروح تعبده بعد ما بيتحرق. ده ابوك شنو ده، هو قاعد بيعبد العيش. يا كذاب يا كذاب، بتعبدوا لقمه، عبد اللقمه ده على فكره بعد ما تقطع 11 حته بيرجعهم بقى ويقعد يعبدوا. بص يا عبد اللقمه، ايه رايك؟ شفت بقى مين اللي بيتحرق؟ تخيل العيش ده لو اتساب في الفرن 10 دقائق زياده هيرجع اسود. هدي اعصابك يا فندم، هدي اعصابك، متعصب ليه؟ بالراحه بالراحه. بص العيش، بص العيش بيعبدوا العيش، انت بتعبد لقمه يا فندم، حضرتك بتعبد لقمه بحسب الايمان المسيحي اهو. عارف يا استاذ معاذ الخباز ده محترف، شايف شكله بص احمر كده ومستوي ازاي؟ لا متمكن ما شاء الله، قربني محترما على راي ابوهم عبد البسيط مسيح ابو الخير اللي طلق لمؤاخذه بنته مرتين. ده يا فندم ده اللي بيتحرق، ده اللي بيتحرق، ده اتحرق بجد. والله العظيم بتكلم بجد. هدي اعصابك يا فندم. ايوه ما هو اللي ذكر مين ده المسيح نفسه، ده المسيح مش حقيقه، ده المسيح يا فندم اتحرق في الفرن. شعوط كان معلي الفرن.